السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من المشاكل اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ست كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب كل ده بسيبه لكم تحت في التقفيصة بتاعة الوصف، تقدروا تبعتوا وين ما بدكم. عندي بس تعقيب بسيط على المشكلة بتاعة الست اللي جارتها اعترفت لها ان هي كذا كذا، وبعد كده احنا في الكومنتات قلنا لها لا لازم تروحي تقولي لجوزك، وبعد كده هي بعتت لنا وقالت ان هي قالت لجوزها وجوزها راح اتخانق مع الجار والكلام ده. الناس اللي بتقول انتوا اللي سخنتوا الموضوع وانتوا اللي قعدتوا تقولوا لها روحي قولي لجوزك وجوزها راح اتصرف كذا كذا، احنا ما قلنا لهاش جوزك يتصرف ازاي، احنا قلنا لها لازم تبلغي جوزك، لان حضرتك دي واحده اكتشفت ان صاحبتها راجل، فازاي ما تقولش لجوزها؟ ازاي كنا نقول لها تبعد هي واسرتها؟ افرض في يوم من الايام هو عرف. انا من النوع من الناس لو حصلت حاجه صغيره قد كده لازم اقولها لجوزي. ليه؟ لان ما بقاش قاعده في توتر وفي قلق طول الوقت حاسه ان انا عامله حاجه غلط. جه حد مثلا بتاع نور بتاع كهرباء بتاع مع حد اتخانق مثلا رقم غلط اتصل بيا، كل ده لازم اقوله علشان ما احسش ان انا عامله حاجه غلط ما بيني وما بين نفسي، حتى مش يعني مش خوف ولا الكلام ده، لا هي بتخلي مسؤوليتها. واحده عرفت ان صاحبتها راجل ازاي ما تروحش تقول لجوزها؟ رد فعل جوزها احنا مش مسؤولين عنه، لان مش احنا اللي قلنا لها خلي جوزك يروح يتخانق معاه. وعلى فكره يا جماعه رد فعله طبيعي جدا، وانا مش شايفه ان هو عمل حاجه غلط. الناس دي بقى ليها حريات، ما لهاش يولعوا بجاز، لكن الراجل اتصرف التصرف اللي اي راجل عنده غيرة على دينه، عنده غيرة على بيته ومراته كان هيعمل كده. انا مش شايفة ان هو افور، ولا شايفة ان الناس هم اللي ساعدوا في كبر المشكلة ولا حاجة. بلاش يا جماعة نحمل نفسنا حاجات هي مش بتاعتنا. تعالوا بقى ناخد المشكلة اللي معانا النهاردة. سلام عليكم يا ستو، ازيك عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة وكل الناس اللي عندك طيبين. انا اترددت كتير قبل ما ابعتلك المشكلة بتاعتي دي علشان اخواتي كلهم بيتابعوكي. أرجوك يا ستو حاولي على قد ما تقدري. ماشي. المهم نيجي للموضوع. أنا يا ستو اتغربت أنا وجوزي أكتر من 30 سنة. كنا بنشتغل زي ما تقولي كده بره كل حاجة. عارفة لما بيقولك غسلنا الصحون، إحنا فعلا اتمرمطنا وغسلنا الصحون، مع إن أنا وجوزي كنا بنشتغل في وظايف مرموقة جدا. بلاش نقول إيه بقى، بتقولك إخواتي كلهم بيتابعونا ما علينا. وكان بيطلع عينينا حرفيا لحد لما عملنا القرش على القرش، والحمد لله ربنا كرمنا ورجعنا مصر من حوالي 7 سنين، وقررنا ان احنا نستقر والولاد خلاص بقى تدخل الجامعة هنا في مصر ويعيشوا حياتهم ويبقى ليهم اصحاب وعيلة وكل الكلام ده كله. المهم اول لما رجعنا يا ستو قررت انا وجوزي ان احنا نشتري بيت كبير، وبعد كده لقينا ان فلوس البيت الكبير هتبقى قليله قوي على الفلوس اللي معانا، قصدي كتيره بقى، يعني الفلوس اللي معاكم اللي قليله. فجوزي اقترح عليا ان احنا نشتري حته ارض، وبعد كده نبدا ان احنا نبني فيها واحده واحده لحد ما ربنا يكرمنا ونكبر البيت ان شاء الله ونعمل لكل حد من الولاد دور. المهم يا ستو اشترينا حته الارض في مكان كويس قوي وشيك وراقي. صراحة حتة الأرض اللي احنا اشتريناها دي كانت لقطة. بعدها بسنة ولا حاجة سعر الأرض دي زادت، وعرضت إن أنا أبيعها علشان قلنا نشوف بيت يكون حتى لو دورين وبعد كده احنا نكمله، لأن لقينا إن تكلفة البنى هتبقى غالية علينا. عرضت الأرض وأخويا قال لي طيب أنا أشتريها منك. بكام قطعة الأرض ساعتها يا ستو؟ كانت وصلت 700 ألف جنيه، وأخويا وافق وقال لي تمام أنا هشتري. اشتراها يا ست وفضلت الأرض معاه حوالي 4 سنين وهو مش عايز يبيعها وتمنها بيزيد. أنا بقى خدت الفلوس منه وقلت لجوزي أنا هشتري بالفلوس دي سبايك وجنيهات دهب أخليها معايا، ولما يغلى سعر الدهب نبقى نبيع ونشتري الأرض أو البيت اللي احنا عايزينه، ولو مغليش أهي الفلوس متشالة دهب لحد لما نلاقي حاجة مناسبة ليه. نسيت اقولك يا ستو احنا عايشين اصلا في دوبلكس، يعني مش قاعدين في الشارع. المهم حطينا الفلوس دي اشترينا بيها ذهب، وجوزي كل لما اقول له نبيع ونشتري يقول لي استني شويه الاسعار الذهب في العالي، وهو عارف ناس اصحابه شغاله في مجال الذهب ده وقالوا له ان فعلا على اخر 20 هي موتوسيكل تعالى امشي ببقي، على اخر 2022 اسعار الذهب هتتضاعف.
المهم يا ستو علشان ما اطولش عليكي، انا الذهب الحمد لله اللي انا اشتريته بالفلوس دلوقتي عامل 3 اضعاف. يعني اللي كنت شارياهم ب700 الف دلوقتي جايبين لي 2 مليون و200 الف. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بعد كده كنا متجمعين كلنا في العيد وقاعدين بنتكلم على الارض وعلى الذهب واسعار الحاجات اللي غليت. لقيت مرات اخويا بتقول انتي بليتينا بالارض اللي انتي اديتيها لنا، وانتي رحتي اشتريتي ذهب، والذهب بتاعك ما شاء الله زاد دلوقتي، واحنا الارض بتاعتنا زي ما هي. قلت لها ليه؟ كل حاجه غليت، ولو انتوا هتيجوا تبيعوا الارض هتكسبوا انتوا كمان. وعدينا الموضوع وخدناه بهزار لحد لما لقيت اخويا بيكلمني وبيقول لي عايز اقعد معاكي. المهم قلت له تعالى وتنور والكلام ده كله. كان مرتبك ومش عارف يتكلم وعمال زي ما يكون متردد. قلت له هو في ايه؟ قال لي في موضوع انا عايزه افتحك فيه، بس لو اللي بقول لك عليه ده ما حصلش انا لاخوكي ولا اعرفك، واعتبري ان الفلوس بتاعتك دي حرام. انا اتخضيت وقلت له في ايه؟ قال لي الارض دلوقتي انا مش لاقي حد يشتريها، والناس كلها بتقول ما حدش يحط فلوس في عقار عشان العقار في النازل. ده ايه الكذب ده؟ قال لي دلوقتي انت لما خدتي مني الفلوس بتاعه بيع الارض 700 الف جنيه، رحت جبت بيهم ذهب، خلاص احنا نبدل، انت تاخدي الارض تتصرفي فيها وتبيعيها، وانا اخد الذهب اللي انت اشتريتيه. انا تنحت وقلت له ازاي يعني؟ قال لي انت اشتريتي الذهب بنفس قيمه الفلوس اللي انا دفعتها لك للارض، ومن حقي دلوقتي انا اخد الذهب وانت تاخدي الارض بتاعتك لاني مش لاقي لها حد يشتري. قلت له بس انا طبعا مش هعمل كده. قال لي يبقى حرام عليكي، وكل فلوس هتاخديها زياده دي حرام، علشان انت تعتبر ضحكتي عليا. قلت له وانا ما ضربتكش على ايدك وقلت لك اشتري الارض بتاعتي، انا كنت عرضها للبيع وانت جيت تشتريها. وعلى فكره يا ست اقسم بالله انا نزلت له كمان في ثمنها 20 الف جنيه، قلت علشان خاطر هو اخويا. وساعتها انا وجوزي اختلفنا مع بعض وقلت له يا شيخ اللي مع اخويا كانه معايا، وعايز تبقى تخصمهم من الجزء بتاعي مفيش مشكله. وجوزي قال لي خلاص مفيش مشاكل، وعدينا البيع على كده. دلوقتي هو جاي يقول لي ان فلوسك هتبقى حرام، وان هو مش مسامح في البيعه، وانا مش عارفه اعمل ايه. جوزي بيقول لي سيبك منه، مفيش حاجه اسمها كده، بس انا من جوايا زعلانه. ازاي اخويا يقول لي حاجه زي كده؟ وهل انا فعلا كده فلوسي حرام علشان هو مش مسامح في البيعة بعد كل السنين دي كلها؟ بالله عليكم تجاوبوا عليا من غير ما تجرحوا فيا ولا في اخويا. وملحوظه يا ستو، ماما معاه في الرأي وبتقول لي خلاص هو ياخد في الفلوس بتاعته اللي انت اشتريتي بيها دهب، وانت تاخدي الارض بتاعتك، يعني تديله الذهب اللي هو خده، او تقسموا المكسب عليكوا انتوا الاتنين. وانا بصراحه يا ستو زعلانه قوي ومش عارفه اعمل ايه. بالله عليكم تقولوا لي هي الفلوس دي كده حرام، وتقولوا لي اتصرف ازاي معاه هو وماما. اولا اللي بيقولوا اخوك ده هو الحرام بذات نفسه. انت لا غصبتي عليه ياخد الارض بتاعتك، ولا غصبتي عليه ان هو يشتريها، ولا غصبتي عليه ان هو بدل ما يروح يشتري دهب يروح يشتري فلوس. على فكره الحكايه بتاعت ارتفاع الاسعار بين عربيات وذهب وبيوت عملت مشاكل كبيره قوي مع ناس كتيره جدا. انت معلكيش اي لوم. حته حلال وحرام دايما اقول ان هي مش بتاعتي، وانا مش اهل فتوى، وانا مش هفتي فيها. انت من غير ما تسالي شيخ، من غير اي حاجه، انتوا عملتوا بيعه، اخوكي خد ارضك واداكي فلوس، انت اخدتي الفلوس رحتي جبتي بيها ذهب. خلينا نعكس الادوار ونقول ان انت رحتي اشتريتي ذهب والذهب ده خسر. هل اخوكي كان هياخد فلوس الذهب اللي خسرت ده ويديكي الارض بتاعتك لو كسب؟ وعلى فكره كل حاجه اسعارها زادت، ذهب، بيوت، ارض، اي كل حاجه، كل ما عدا البني ادم طبعا، يعني دي معروفه. اخوك اللي هو بيقول عليه ده هو الحرام بعينه، وامك ان هي تشجعه ان هو ياكلك ده هو الحرام برضو بعينه. انا ما بعملش لا وقع بين اخوات، ولا وقع بين ام وبنتها، ولا ام واخواتها واولادها، ولا الكلام ده كله. بس انا بكلمك في نقطه ان ما تسمعيش كلام. هو بيمسك ايدك او بيلوي دراعك ان هو ما تعرفينيش تاني لو ما عملتيش كده، وحرام عليكي، مفيش حاجه اسمها كده. هو اللي قطع الرحم مش انت اللي قطعتيه. مش علشان مثلا انا معايا فلوس دلوقتي واخويا يجي، طبعا عمره مستحيل يعمل كده، ده حبيبي، ده لو هو معاه 10 بيجي يديهم لنا. ما علينا. هيجي يقول لي لو اديتيني الفلوس اللي معاكي انت اختي وحبيبتي، ما اديتنيش الفلوس اللي معاكي مش هعرفك ولا اكلمك. هل كده ابقى انا
اللي بقطع رحم ولا هو اخوك اللي بيقطع رحم، وامك بتشجعه، مالكيش دعوه لا بيها ولا بيه. صاحبهما في الدنيا معروفه، كلميها واسالي عليها ووديها وكل حاجه. كل ما تيجي تفتح معاكي الكلام في الموضوع ده تقولي لها دي بيعه وحصلت، انا ارتضيت وهو ارتضى، انا ارتضيت بالسعر وهو ارتضى بالسعر، خلاص انت ما غصبتيش عليه ولا جيتي تقولي له الحقني تعالى اشتري الارض مني ولا الكلام ده كله. وسوي العقربه مراته هتطلع هي اللي سخنته على كل الكلام ده، لان بدليل ان انت قلتي هي اللي لمحت وقالت لك كذا 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 كذا. بطلوا يا جماعه بجد تحشروا نفسكم في حاجه مالكوش فيها. واحده وتعاملات مع اخوات مع بعض، انت مالك يا سئيله؟ انت انا دايما يا جماعه كده اقول ان علاقات الاخوات والكلام ده دي علاقه عمرها دي ما حد هيعرف يعمل علاقه زيها. عمر ما هيبقى في علاقه في حياتك تبقى زي علاقه الاخوات. تخيلوا يا جماعه دم واحد ماشي في كام بني ادم اللي هم الاخوات، دم امك ودم ابوك مزروعين فيك انت واخواتك، فمهما حصلتوا العلاقه دي ما تقدروش تبوظوها. وانت يا وليه يا سوي عقربه، بدل ما تقولي لجوزك بارك لاختك علشان في المكسب اللي هي كسبته، يا ستار بريه من صنف الستات السو بريه. صدقيني انت لا عليكي اسم ولا عليكي ذنب ولا عليكي اي حاجه. هي حته نسيت اقولها معلش عشان انا ما بحكيش كل التفاصيل. هي عايزه تبيع الارض، عايزه تبيع الذهب بتاعها وتشتري لعيالها شقق. روحي وبيعي واشتري واعملي اللي انت عايزاه، لا لوم عليكي ولا حرمانيه عليكي ولا اي حاجه. صدقيني كل الناس هيبقى تعليقهم زي تعليقي. انتوا كمان يا جماعه سيبوا لي ارائكم، كومنتاتكم، تعليقاتكم، واشوفكم بكره باذن الله في يوم جديد ومشكله جديده. وافتح قلبك مع ست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.